وحده منكم كنت مره كنصلي ومره كنقطع، ونقدر نجيب مده وانا ما كنصليش. وخا والديا كانوا دائما كينصحوني بالصلاه ودائما كيذكروني بها، بصح انا الله ما كانش هداني في داك الوقت. بديت الصلاه وانا صغيره، نعقل على راسي في ديك 7 سنين كنت باديه الصلاه، ولكن كنصلي الظهر ولا العصر وربما نصلي المغرب، بصح العشاء كنت كنعقل على راسي قليل الا صليته. كان يجيني يعني العشاء كان يجيني ثقيل على الخاطر سبحان الله. بقيت على ديك الحاله حتى درت 13 عام. السبب الوحيد اللي خلاني نصلي هي جدتي الله يرحمها ويوليها برحمته، هي الوحيده اللي قنعتني بالصلاه، وخا رهبتني يعني كانت كتعاود لي بالترهيب وباش نخاف، وكنشكرها وكندعي معها ربي انها هي السبب باش ان الله هداني وضبط صلاتي وليت محافظه عليها الى يومنا هذا. كانت دائما شنو كتقول لي؟ دائما في كل صلاه كتقول لي نوضي تصلي، كنقول لها واخا غنوض دابا. كانت دائما كتعاود لي على الصلاه يوم القيامه، كانت كتعاود لي انه يوم القيامه غادي نصليو، ولكن الصلاه ماشي هي الصلاه ديال الدنيا. قالت لي غادي نصليو على سجاده ديال الحديد. قالت لي قبل هذا الشيء كله خاصك الماء باش توضا. كانت كتعاود لي اننا غادي نهبطوا لواحد الحفره اللي غارقه بزاف وفيها جميع الحيوانات اللي كتكون يعني ضاره وتاذيك، الافاعي والعقارب، مهم الحوايج كاع السامين كاينين في داك الماء اللي خاصك تهبط وتهزو وتطلع به الفوق باش تصلي. كتوصل الفوق كينقض الوضوء وكتهبط 7 مرات وانتيا يعني في عذاب شديد، ومن بعد كتمشي باش تصلي ديك الصلاة اللي ما صليتيهاش في الدنيا. كل ما كتسجد جبهتك ويديك ورجليك كيلصقوا على ديك السجادة من حديد، واللحم ديالك كيهبط وكتعاود تنوض، وربي كيرجع لك اللحم من جديد، وهكذا يعني العذاب ثم العذاب. وانا دائما كنت كنتسائل اش داني انا نخلي يعني الصلاة ديال الدنيا اللي فيها الرحمة وما فيهاش العذاب، الصلاة ديال الآخرة كلها عذاب. وما عرفاش يعني واش كان عندها الصح ولا لا في داك الوقت، واش هذا الكلام صائب ولا لا. مهم بقيت يعني دائما هذا هو السيناريو اللي كانت كتعاودوا لي دائما على الصلاة. دائما كنعقل على راسي في كل نهار كتعاود لي هذا السيناريو. وكانت السبب ديالي باش غيرت لي مجرى حياتي الموت ديالها، لانها كانت عندي بالنسبه لي جزء مهم في حياتي وكبرت معها، تعلمنا منها بزاف ديال الامور. الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين. فالموت ديالها كان سبب باش غيرت حياتي ووظبت على الصلاه وحفظت عليها الحمد لله. هذا هي التجربه ديالي البسيطه في الصلاة. حتى أنا كنت بحالكم تاركة للصلاة، ولله الحمد أنه هداني، وأسأل الله أن يهدي الجميع. أختي المستمعة، شوف انتي ما كتصليش ومع ذلك ربي كيحميك، انتي ما كتصليش ومع ذلك ربي كيرزقك، انتي ما كتصليش وربي مع ذلك كيرزقك بالذرية، انتي ما كتصليش وربي كيوكلك ويشربك وعاطيك الصحة. بربي قولي لي علاش ما كتصليش؟ في وقت الظهر والعصر ولا المغرب شنو كتكوني ديري؟